الصيف يعني الريحة الحلوة، وعشان ريحتك تكون حلوة يبقى لازم تكملي الفيديو ده للآخر، وما تنسيش السبسكرايب. ازاي ب 30 جنيه بس اخلي ريحتي ثابتة وفواحة طول اليوم؟ عمرك جربتي ريحة تخليكي حاسة بالنظافة طول اليوم؟ السر اللي بنات كتير مش بتقوله عن مسك الطهارة. مساء الخير ويا مساء القمر، وحشتوني كتير 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 كتير. وبطلع لايفات ومش بلاقي الناس، يعني مش بلاقي كل الناس اللي عندي موجودين. جايز انا بطلع في توقيت غلط او كده، بس والله انا بكون طالعه قصدا ان لو حد عنده سؤال او اي حاجه يقدر يسالني، لانه كتير مش يعني بلاقيكم في الكومنتات برضو مش موجودين، فبفضل ان انا اطلع لايف واكون معاكم ومش بلاقيكم. فعاوزاكم باذن الله الفتره الجايه هقول لكم ابقى اطلع الساعه كام، والافضل بكتير ان انا برضو اعمل فيديوهات واكون معاكم كده وكده، يعني كده شويه وكده شويه لما ربنا يؤمر اكون معاكم لايفات. وحشتوني، والصيف دخل علينا، وانا على فكره كان يعني بجد انا بحب الشتاء جدا، بس الصيف برضو بيبقى وحشني قوي. اجواء شم النسيم بقى والجو الحلو ده بيبقى حلو جدا، بس لما الجو يحرر قوي بقى ببقى متضايقه بطريقه مش طبيعيه. يعني انا عاوزه الجو يفضل على كده، يعني شويه هوا وشويه شمس وحاجه كده تحفه. فبحب الجو اللي احنا فيه ده، هكون معاكم على طول واجيب لكم منتجات طبعا تحفه. احنا في الصيف عاوزين نهتم اكتر بكتير، لان في الصيف بتكوني خارجه لسه واخده شاور لسه وحاطه كل حاجه. القصد من كلامي ان من اقل شيء بنحس بريحه، من اقل شيء بيكون فيه ريحه عرق. فانا الفتره الجايه هجيب لكم منتجات كتيره قوي، ريحه حلوه، ثبات حلو قوي. حتى لو عرقتي بيبقى ريحه العرق كويسه، مش ريحه اللي هو مثلا تقولي ايه ده، ايه الريحه دي، لا بتحسي ان ريحه العرق بتاعك ريحته المنتج اللي انت حاطاه. وفي نفس الوقت منتج ما يكونش بيغمق، حاجه بتفتح وحاجه في نفس الوقت بتفيدني ان انا ريحتي طول الوقت تكون كويس. فانا النهارده جايبه لكم حاجات لو بنت في الجامعه تقدري تستخدميها، لو ام في بيتك وبتهتمي بولادك وبتهتمي بحياتك، فانت كمان برضو تقدري تستخدمي المنتج اللي انا جايبهولك. انا بجيب حاجات يا جماعه رخيصه وفي نفس الوقت مفعول كويس، ريحه كويسه، ثبات حلو جدا، وفي نفس الوقت ما اكونش تقلت عليكم. فانا جايبه لكم النهارده منتج تحفه. وكمان لازم العرايس بالذات يهتموا بالحاجات دي ويكون موجوده عندهم، يكونوا جايبينها في جهازهم. الحاجات دي بتبقى مميزه ومختلفه وبتديكوا ريحه كده. يعني في يا جماعه انا من الناس اللي بيبقى في ليا ذكريات مع الروايح. الريحه دي مثلا لو انا شميتها اقول ياه ده الريحه دي انا كنت في كذا يومها. فاهمين حاجه؟ يعني انا الروايح برضو بتفضل ليها ذكريات معايا. حاسه ان انا النهارده متوتره شويه، مش عارفه اتكلم براحتي كده كالعاده. مش عارفه، يمكن عشان بقالي اسبوع ما عملتش فيديو، بس ما بقاليش كتير يا بنت، ما بقالكيش كتير يا بنت يا دودو. فانتي ايه المشكله بقى؟ مش عارفه يا ولاد والله، بس انا بقيت لا انا كويسه اليومين دول، بس حاسه ان انا مكتئبه شويه يمكن. بس باذن الله جاي كله خير، ويمكن عشان انا داخله الفتره الجايه على امتحانات يا جماعه. فادعولي ادعولي ادعولي اخلص بقى، عشان الموضوع بجد طويل قوي، وربنا يوفقني ويوفقكم ويفرحني ويفرحكم، ودايما كده اعيش واجيب لكم احلى الحاجات باقل الاسعار. ومش معنى ان انا بقول اقل الاسعار ان انا بجيب حاجات وحشه، لا يا جماعه، ممكن اقل يعني سعر قليل ومنتجات كويسه، مش تحت باب السلم ولا حاجه، لا هي حلوه وانا عن تجربه تحفه تحفه تحفه، وحاجات باسعار خياليه. ندخل في الموضوع عشان ما تقولوش بس ان انا بتكلم كتير. اهم حاجه اللي يشوف الفيديو ده لاول مره بالله عليكم ما تنسوش السبسكرايب، عشان انا محتاجه ناس كتير معايا الفتره الجايه، عشان انا هجيب لكم هدلعكم.
من الاخر كده انا هدلعكم، انا ناويه الفتره الجايه ادلعكم، هي طالبه معايا كده بقى. جايبه لكم يا جماعه بصوا، انا في العادي ما بحبش استخدم مسك الطهاره والحاجات دي. اما حد بيجي يقول لي مسك طهاره بحس ان ما ينفعش يجيبه غير مثلا عروسه، لان العرايس والحاجات دي هي اللي المفروض بتهتم اكتر بالمخمريات، المسك، الحاجات دي. بحس ان انا اخري ديودرنت مثلا وسكين كير وحاجات زي كده، برفيومز معين، كل ده. بحس العرايس اكتر لازم تهتم بالحاجات دي، عشان انت بكيني وما كنتش طولت عليكم خالص. انا جايبه لكم النهارده يا جماعه ماسك الطهاره، طبعا ده مش اوريجينال ولا اي حاجه اهو يا جماعه، هتلاقوه في اي مكان بيبيع سكين كير، في اي مكان بيت طبي، ممكن في صيدليات، بيبقى فيه صيدليات برضو فيها كل الحاجات دي. فده يا جماعه مسك طهاره تحفه يا جماعه، تحفه تحفه تحفه، وب 35 جنيه يعني ببلاش، وريحته ثابته بطريقه مش طبيعيه، والله العظيم ثابت بطريقه مش طبيعيه. ده مسك طهاره بالرمان، خطير يا جماعه، 6 مللي وحرفيا ببلاش. يعني هو اصلا خالي من الكحول، طبعا ما فيهوش كحول، وبيقول لي ان هو الاستعمال الخارجي فقط، يعني من بره كده. خطير يا جماعه. طبعا بتفك دي كويس قوي كده، وتقيل بطريقه مش طبيعيه، تقيل يا لهوي والله العظيم. انا لسه ما عملتش والريحه طلعت. تحفه، ريحته يا جماعه والله العظيم خطيره، وثابت، تحسه من تقله تحس ان هو مزيت كده، فاهمين حاجه؟ مش ان هو مش مثلا مش بخفيه البرفيومز والسبلاشات والحاجات دي، لا هو تقيل وريحته جباره، والله العظيم ببلاش وحلو جدا جدا. حرفيا انت بتصرفي 35 جنيه دول في شويه شيبسي وبيبسي وكلام من ده، يمكن كمان بتصرفي اكتر بكتير. انا عن نفسي بصرف اكتر بكتير لو دخلت محل اشتري حاجات. فلازم يبقى عندك، لازم يبقى عندك مع البرفيوم بتاعك، ومع الوضع اللي انت ماشيه عليه، سواء بغسول، سواء بسكين كير، سواء بمرطب معين، لازم بعد الشاور تحطي على جسمك واماكن النبض المسك ده. قسما بالله يا جماعه خطير. ما بالك بقى يا جماعه بالحاجات مثلا الاوريجينال اللي سعرها عالي شويه، يمكن تكون زي ده ويمكن تكون احلى، بس انا بقول لكم ان ده جميل، والله العظيم عن تجربتي ده تحفه. انا على فكره اول مره في حياتي اجيب مسك طهاره والكلام ده، بس انا حبيت فعلا اجربه، حبيت اجربه فعلا ولقيته تحفه بجد، يستاهل. انا قلت بشوف ايه اللي 35 ده، ما يمكن بيغمق، ما يمكن مش ثابت، ما يمكن، بس والله في حاجات الناس ما بتتكلمش عنها بس هي كويسه، والله حلو جدا بجد، خطير، وريحته ثبات، بس انت ماشيه كده رمانه. الرمان هيطلع في الصيف اكيد بقى، هيطلع الفواكه الحلوه كلها في الصيف، والعنب بقى والخوخ والحاجات دي. ربنا يجعل كل ايامكم حلوه، وكل ايامكم شبه قلوبكم الحلوه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. انا عارفه الفيديو ده سريع قوي 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 قوي، بس يا بخت منظر وخفف، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واشوفكم في لايف جديد برضو. مع السلامه.